السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا معايا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل حاجه، يعني بص، ايام الدراسه دي كلنا ما بنستغناش عنها، وبالذات عشان الاولاد اللي بيبقوا في المدرسه. هنعمل العيش الفينو بطريقه سهله جدا جدا جدا، والحاجه اللي مش متوفره عندك هقول لك ايه البدائل بتاعتها، وبطريقه يعني بصي هتبقي محترفه فيه. معايا اول حاجه بسم الله نص كوبايه لبن، نص كوبايه زبده. ما عندكيش لبن ممكن ما تحطيش، ما عندكيش زبده ممكن تحطي بدلها زيت. عندي هنا خميره، انا جايبه الخميره اللي هي اللي زي العجين دي، اللي هي القوالب كده، مش الخميره اللي طبعا بالخميره دي بيبقى احلى وريحته حلوه زي بتاع الفرن. المعلومه دي اللي قال لي عليها الراجل بتاع الفرن، بيقول لي العيش الفينو والكايزر والمخبوزات بتبقى حلوه بالخميره دي. معايا 3 معالق سكر، بيكنج باودر، بيضايتين، ولبن بودره. اول حاجه هقول بسم الله، وطبعا ميه للعجن، لازم نحط ميه وملح. اول حاجه هنزل بالسوائل، نص كوبايه اللبن، نص كوبايه زبده سايحه او زيت او الاتنين على بعض، السكر 3 معالق سكر، والسكر هو اللي بيدي تفاعل مع الخميره. احط معلقتين كبار خميره او معلقه كبيره على حسب ما انت هتعملي عجين قد ايه. ده بيكنج باودر احطه قد ايه. بعد كده احط البيض، طبعا هاخد كوبايه ميه دافيه، حطيت كوبايه لبن يبقى كوبايه ميه، يبقى كده خدت المقدار قد ايه، كوبايه ونص. عشان الخميره هقلبهم كده كويس. احط الملح، معلقه ملح صغيره، العيش الفينو بالخميره العجين دي بيبقى احلى من الخميره اللي هي البواكي، بيبقى ليه ريحه كده وطعم حلوين قوي. اقلب كده، قلبت المكونات بتاعتي. بعد كده الدقيق حسب العجين، يعني انا بصوا جايبه الدقيق ايه، جايبه النوعيه اللي هي جميع الاستعمالات. احط واعجن واشوف انا هستعمل قد ايه، اهو هاخد الكيلو كله ولا لا، واحط عليه معلقتين لبن بودره ان كان متوفر عندك. مش متوفر برضو مش لازم، بس اللبن البودره لو كيس صغير هينفع وهيقضي الغرض معاكي. واحط معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج باودر. احاول اقلب كده. بعد كده بقى اعجن بايدي. حد هيقول لي بنحط بيض في الفينو، بيديله لمعه حلوه وبيدي طعم حلو، ومش عايزه تحطيه برضه ما تحطيهوش. يعني بصوا انا جبت لكم كل البدايل، او قلت لكم كل البدايل اللي بتتحط واللي ما بتتحطش. الزبده ممكن تحطي بدلها زيت، اللبن السايب ممكن تحطي بداله لبن بودره بس، وتعجني بميه، مش شرط انك انت لازم تحطي الاتنين. هي العجينه بتبقى طريه شويه وملزقه سنه صغيره، ما بتبقاش ناشفه. اعجن كده، وانا بعجن كده بتحسي الدقيق والخليط دافي. اقعد اعجن كده والف في العجين حوالي 10 دقايق، اشوف هخلص الدقيق ولا لا. بصوا بعد ما عجنت العجينه هتقعدي تعجني فيها وهتلزق في الرخامه وهتلزق في البتاع، وبرده تبلي ايدك نقطه زيت صغيره وتقعدي تعجني. اقسم بالله ما حطيت عليها اي حاجه تانيه. بعد ما قفلت معاكم الفيديو، غير معلقتين ميه بس حبيت اطريها شويه، لان هي المفروض ما تبقاش جامده يعني. بعد كده بقيت ابل ايدي زيت
تعجني فيها كده لغايه ما الملمس بتاعها يبقى ناعم. بعد كده تحطي نقطه زيت في الطبق، تدهني بيه الطبق كده اهو. بعد كده بتحطيها في الطبق تخمر، تدهني وشها كده من فوق زيت عشان ما تنشفش. بتسيبيها حوالي ساعه تخمر، وبعد كده ارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. وده حبايبي بصوا العجينه بتاعتي بعد ما سبتها ساعه، غطيتها طبعا بورقه ستريتش وسبتها حوالي ساعه. طبعا هحاول افش الخمار بتاعها ده اهو، افضيها. طبعا انا غاسله الرخامه كويس جدا ومنضفاها كويس قوي. احاول بقى افردها كده على الرخامه فرده كويسه بايدك طبعا الاول. اهو رققيها قد ما تقدري. بعد كده ابرمها كده. بصوا خمرانه الخميره زي ما قلت لكم. بعد كده يعني انا مش عارفه انتوا شايفيني ولا لا، اهو هقطعها على قد الرغيف. عايزه صغير عايزه كبير براحتك اللي انت عايزاه. قطعيها كده اهو. بعد كده بتلمي العجينه كده اهو. طبعا الحركه دي بتديكي لقات كده من جوه في العجينه تخليها حلوه قوي اهو. بعد كده ارصهم بقى هنا كده واسيبهم يرتاحوا حوالي 5 دقايق او لغايه ما اخلص. بعد ما اخلص تكوير كده بصوا دي صغيره، ابدا بقى بالاولانيه اخلص وارجع لكم تاني. هو بياخد يعني كذا مرحله، بس حاجه جميله، حاجه انت ضمناها، حاجه انت عارفه انت عاملاها بايه وازاي، وتاكلي منها ما تبقيش قلقانه لا على نفسك ولا على اولادك يعني. لكن في الفرن احنا ساعات بنلاقي حاجات في الفين والعيش البلدي، يعني استغفر الله العظيم يا رب، الواحد مش عارف يعني هما ضميرهم فين وهما بيشتغلوا في الحاجه. ابدا كده اعملهم كور كده، وبعد كده بقى اخلص وارجع لكم. وده حبايبي بعد العجينه بتاعتي ما ارتاحت حوالي 10 دقايق او 5 دقايق، اجيب الحته اللي هي من تحت واحاول افردها كده مستطيله مربعه مدوره براحتك يعني، بس ما تحاوليش تخلي دقيق كتير يلزق فيها يعني. بصي مسح الدقيق بس قد ما هي ما تلزقش على البتاع. كل ما بتسيبيها تستريح بتعرفي تفرديها احلى. بعد كده انتوا شايفين اهو، ابدا من هنا كده ابرمها بقى كده لجوه. حاولي ما تخليشهاش تاخد فراغات منك. بس بعد كده اقفل الحرف اللي من تحت ده، اضغطه معاها كده واقفل الجناب من هنا. يعني الحرف احاول اقفله كده كويس، وبعد كده اقفل الجنابات، الجناب بتاعته دي من هنا اقفلها كده واضغطها لجوه. بس ادي الصباع اهو واحاول اضغطه كده عشان لو في اي هواء ولا اي حاجه تطلع اهو. عايزاه كبير عايزاه صغير، انا مش عايزاه كبير قوي، عايزاه اللي هو بيبقى بتاع الشاورما اهو كده. احط بقى في الصاج وخلي مسافه كبيره بين الواحد واخوه عشان بصوا الدقيق يعني يا دوبك مسحه ما فيش ما يعني مش مذكوره زي ما بنقول. كده
اخلص بقى الكميه بتاعتي وارجع لكم. وده حبايبي بقيه العجينه. عملت طبعا شويه فينو منهم وسايباهم يخمروا. هعمل هنا حاجه تانية، هعمل زي فطاير كده محشيه. فطاير ايه بقى؟ عايزه تحشيها ايه؟ عايزه تحشيها لحمه مفرومه، عايزه تحشيها جبنه، عايزه تحشيها اي حشوه انت حباها وعايزاها احشيها. لحمه مفرومه والزيتون، جبن بس. احط كده الجبنه جواها. عايزه تحطي معاها خضره زي زيتون، فلفل رومي، فلفل الوان متقطع، طبعا براحتك. بس انا ولادي لو حطيت فيها حاجه ما بيرضوش ياكلوها. واجيب البتاع بتاعت الزيت بتاعت البطاطس دي، بتاعت تحمير البطاطس دي، واضغط عليها كده عشان اعمل شكل. انا عايزه اعمل شكل فيها. بصوا اهو كده. انت عايزه تكبري كبري، عايزاها صغيره زي دي براحتك يعني، دي حاجه ترجع لك انت. اهي يعني بصوا بقيت واخده الشكل ازاي. اي اشكال عايزه تعمليها فيها براحتك. احطها بقى في الصاج، ودي عندي الصاج هنا، احطها كده تخمر. بس هعمل واحده تانية لحمه مفرومه. انا عاملاهم صغيرين عشان بنوتي تاخدهم الحضانه، الواحده تخلصها ما تبقيش منها. ودي اللحمه المفرومه، لحمه متعصجه عاديه خالص. لو انت معصجه وحطها في التلاجة دفيها عشان تخمر العجينه بسرعه منها. اهو كده تقعدي بقى تفردي فيها كده، تضغطي. نزلت الزيت اللي في العجينه عادي مش مشكله. احطها في الصاج اما تخمر هتلاقيه كله ده اتغطى. بس اخلص الكميه بتاعتي وما يخمروا واجي ادخلهم الفرن اوريهم لكم. واحده هي حطيت عليها لحمه مفرومه وجبنه، الاتنين مع بعض عادي خالص مفيهاش اي مشاكل. اهي اخلصهم بقى كلهم وبعد كده اعملهم على اول ما تيجي تحطي ودي العجينه حشوتها دي اللي هي قعدت انا الم من عندها كده من تحت وسبتها شويه. اجي عندها هي ما احطش على الناحيه التانيه دي لان دي بتبقى رقيقه عشان الحشوه بتبقى باينه فيها. اجي على الناحيه التانيه دي كده واضغط عليها كده اهو. بصوا الناحيه التانيه رقيقه ازاي. فانت لو خليتيها هي اللي من قدام هتتقطع وهتبان زي الاولانيه اللي انا عملتها. فما تغلطيش نفس الغلطه دي، لا اعملي على الناحيه اللي انت بتلمي من عندها من تحت. بعد كده اضربها كده اهو اهي. تمام. اسيبها بقى تخمر على الاخر. وده حبايبي بصوا ده الكرواسون اللي انا عملته الكايزر. ادهن كده طبعا عندي بيضه حطيت عليها شويه لبن، ادهن كده اهو. عايزه تحطي على وشه سمسم، عايزه تحطي. بصوا المفروض توسعوا شويه عن بعضه، هما لزقوا ببعضهم بس حاجه بسيطه يعني مش قوي اهو. عايزه تحطي حبه البلطه براحتك اللي انت حباه. عايزه تحطي سمسم برضو بتدهني كده، تدهنيه كله كويس كده عشان وشه يحمر. وطبعا وانت بتدهني فيهم كده بتبقي مولعه الفرن. انا بعد ما سبتهم خمروا كويس قوي ادي السمسم اهو. اهو طبعا هدخل دول الاول الفرن لان هم دول اول حاجه انا عملتهم. بس انا ما حبيتش اطول الفيديو عليكم فما وريتهم لكوش. هي بتكوريها وتسنديها زي العجينه زي ما انا قطعتهم في الاول خالص وكورتها ولا فيها اي تغيير. هي زي ما هي كده بتحطيها دي بس عشان هي صغيره مش خمرانه، لا هي العجينه حته صغيره ولسه كمان لما تخش الفرن هتخمر تاني. فانت خلي بالك من الحته دي. احط كده سمسم
اهو. مش عايزه تحطي حاجه خالص ما تحطيش، مع ان اولادي بيقعدوا يشيلوه من على الفينو او اي حاجه. هدخلها الفرن واخلص وابقى اوريكم بقى. وده حبايب الفينو بتاعي بعد ما خلاص استوى. طبعا ادي الفينو، وادي هنا الكايزر. انا شوفوا كيلو الدقيق عملت منه قد ايه. لو انت تشتري دول بقى تشتريهم بقد ايه؟ لو حسبتيها طبعا هتبقى موفره جدا جدا، وحاجه انت عاملاها في بيتك وانضف، وغير اللي انت حاجه بواقي انت حاشيه بيها سواء شويه جبن او شويه. بص الفينو حشو طري ازاي. بس طبعا يعني اقول لكم على كام تكه كده، لو انت هتعمليه وحطي ورقه زبده بيبقى افضل. بصوا من جوه ولا معجن ولا ملكلك ولا اي حاجه. احلى طبعا من بتاع بره كتير جدا جدا جدا. اهو بصوا اللفه بتاعته زي اللي بنجيبه جاهز، واحلى كمان لان دي حاجه انت عاملاها في بيتك انت ضامنه. ده الكايزر اهو برضو. بصوا يعني حاجه الفتحات بتاعتها صغيره وخمرانه كويس جدا ومظبوطه وطعمه جميل جدا. اما ده بقى دي الحاجات اللي هي المحشيه لحمه مفرومه وجبنه. دي الاشكال اللي انا عملتها، لحمه مفرومه وجبنه اهي. بصوا من تحت ومن فوق. طبعا الكايزر كان على ورقه الزبده، فبصوا من تحت ومن فوق حلو ازاي. لكن الفينو بتيجي بتطلعيه بصعوبه. بصوا دي الاولانيه اللي انا حشيتها جبنه بس اهي. تستني له يبرد خالص، بعد كده تعبيه في اكياس قد التطليعه اللي انت بتطلعيها. بصوا دي اللحمه وجبنه. ما تكتريش لان انا عندي ولادي ما بيحبوش الحشو كتير في الحاجه. طبعا انا فتحت لكم نصهم اهو. حاجه حلوه، حاجه نظيفه، حاجه انت عاملاها في بيتك عارفه هي معموله ازاي. تحشي جبنه رومي، تحشي جبنه بيضه، تحشي جبنه مثلثات، اي حشوه ولادك بيحبوها. ومن حاجه ما فيش يعني حاجه متوفره عندك، دقيق وشويه لبن وزيت. لو ما عندكيش زيت بتحطي زيت. والخميره دي متوفره في كل البيوت، يعني كل الناس بتستعملها. اتمنى يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم وتجربوها. اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم.